اهي دي بقى الاكله اللي كل ما بعملها بيسالوني عاملاها ازاي، وما عدتش اشتريها من بره ابدا. يلا صلوا على النبي في الكومنتات واعملوا لايك وشير، وتعالوا نشوف عملنا الشاورما الجامده دي ازاي. اول حاجه جبت الطاسه بتاعتي وسخنتها كويس قوي، ونزلت بمعلقتين كبار من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده قطعت بصلايه متوسطه جوانح. بعد كده بقى بنزل على طول في الزيت الساخن بيها وبديها بقى تشويحة، مش بحمرها قوي، يا دوبك بس ان البصلة تدبل معايا بالشكل ده. يلا بقى يا ريت تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني، ولو انتم لسه مش عاملين متابعة تعملوا لي متابعة، ولو عجبتكم الطريقة متنسوش اللايك والشير. هنا بقى معايا نص كيلو من البانيه، صدور البانيه متقطعة قطع صغيرة، وغسلتها كويس جدا وصفيتها، وبعد كده نزلت بيها على البصلايه كده، وما بقلبهاش خالص، بسيبها لحد ما تقفل المسام بتاعتها. بعد كده بنزل عليها بشويه من الفلفل الاسود كده ويكونوا حلوين، واسيبها بقى تتشوح مع الفلفل الاسود والبصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكل ما صفيتوها كويس من الميه مش هتاخد وقت معاكم في التسويه خالص. اديتها بقى تقليبه كده علشان الفلفل الاسود بقى يتقلب فيها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا النار بتاعتي بتكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. بعد كده بقى قطعت طماطميتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واديتهم بقى تقليبة كده خفيفة. هنا بقى عندك فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، اي نوع من الخضار عايزة تدخليه براحتك. بعد كده بقى على طول جبت فلفل اخضر. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة، يعني هي 5 دقايق وهتكون معاكي جاهزة. قلبت كده بقى الطماطم مع الفلفل مع الفراخ. بعد كده على طول بقى نزلت بفلفلايه حمراء وصفراء، زي ما قلت لك اللي موجود عندك اشتغلي بيه. هنديهم بقى تقليبه كويس قوي قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده على طول بقى بننزل بالملح اخر حاجة. احنا ما بنحطش الملح في البداية ابدا، لازم نحط الملح وبقية البهارات في اخر الوصفة، لكن الفلفل الاسود علشان الفراخ ما يكونش ليها زنخة. نزلت ببهارات مشكلة وملح وبابريكا، وقلبت كده. تقدري تنزلي ببهارات الشاورما او جوز الطيب اللي انت عايزاه بقى، اللي موجود عندك انزلي بيه. ونقلب بقى كويس قوي، وننزل كمان بمعلقة من الصلصة، ونسيبها بقى لما تتشمع تماما. هوريكم دلوقتي شكلها هيكون عامل ازاي. زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، كانت اتشربت بقى الصوص بتاعها، وكمان معلقة الصلصة بتفرق، عايزة اقول لكم بتخلي شكلها حلو قوي وطعمها كمان جميل جدا. واللي بقى بيحب يحط على الشاورما ليمون يحط براحته. هنسيبها بقى لمدة 5 دقايق لحد ما تتشمع تماما، ويبقى بكده خلصناه. هستنى بقى لما اوريكم شكلها في النهاية بيكون عامل ازاي. هنا لسه كده فاضلها شوية على بال ما تشرب بقى الصوص بتاعها. هنا بقى لما بتتشمع بيكون ده شكلها بجد تحفة. اعملوا جنبها رز ريزو او اعملوها في سندوتشات مع شوية بطاطس كده وشوية تومية، وقولوا لي ايه رأيكم. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والصلاة على النبي في الكومنتات. يلا دمتم بخير.